السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا بتاع إضافة أساطير البرازيل في دريم ليج 2022 أو أي لعبة 2022 أو 2023، لكن حاجة يعني زي دريم ليج كده. بعد كده ده طبعا برنامج زر أرشيفر، وطبعا ملف أساطير البرازيل هسيبهولك طبعا في الوصف. كده تخش على برنامج زر أرشيفر كله داونلود، ويلا بينا بقى على الملف. وطبعا هيكون ده الملف. بعد كده حامل استخراج، وهنا طبعا هتلاقي ده كده ضغط انطلاق، بعد كده نسخ، كده ذاكرة الجهاز، كده نرويد، كده الداتا. بعد كده اي لعبة مود، بعد كده حامل كده تدوس عليها، بعد كده راح على العلامة دي ماشي، وتخرج من برنامج الارشيفر، وهتلاقي لعبة. ولا بينا بقى نخش على اللعبة. طبعا اذا انا عندي دي 2000 يعني دريم ليج 2022 طبعا. وطبعا هتبدأ كده بالمنظر ده، وطبعا خيار مد بلاير ماشي. وطبعا يعني اهو طبعا بص بقى اساطير شوفهم بقى كله مع بعض. رونالدينيو ورونالدو الظاهرة وكمان بيليه، ويعني الاساطير بس مش كلهم، يعني اللي هم الاساطير الكبيرين يعني. طبعا دول كل اللاعبين طبعا بقى. طبعا ده اسم الملعب. المفروض اللي هي دريم ليج دي المفروض بتاعت كأس العالم، فانا بقى ضفتها في البتاع طبعا. وطبعا اللعبة هتشتغل معاك من غير أي مشكلة طبعا، واللعبة هتبقى حلوة طبعا بقى منساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل سيكرز عشان يوصلك كل جديد. طبعا قول اللي رايك في التعليقات، ونشوفك الفيديو الجاي. طبعا الكاميرا دي انا بحبها جدا، الصورة بتاعتها جميلة. وطبعا يا جدعان دريم ليج سوكر 2023 او 22 ماشي، اي لعبة اي دريم ليج ماشي، بس 2022 او 2023. طبعا نشوفك فيديو جاي، يلا سلام.